ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم معاكم عن ازاي توصلي للنسخة الأجمل منك، أو بمعنى أدق توصلي لنسختك الأصلية وتكتشفي فعلا جوهرك الحقيقي وتعرفي قيمة نفسك. فلو انتي مهتمة انك توصلي لنفسك وتكتشفي جوهرك، كملي الفيديو للآخر عشان ما يفوتكيش أي معلومة. وكالعادة جهزي مشروبك المفضل واقعدي في مكان هادي ومريح وتعالي نسمع سوا. خلونا في البداية كده نكون متفقين على كام نقطة قبل ما أقولك ازاي توصلي لأحسن نسخة من نفسك. وأول حاجة هي إننا كلنا بلا استثناء جوانا قيمة غالية قوي، أو خليها زي ما أنا مسمياها جوهرة غالية قوي. والجوهرة الغالية دي هي فطرتك السليمة وشخصيتك الحقيقية اللي يمكن تكون اتغيرت بسبب ظروف كتير حوالينا، زي تربية الأهل أو أسلوبهم وتعاملهم معانا واحنا صغيرين، أو زي المدرسة وتجربتك فيها سواء كانت حلوة أو وحشة، والمجتمع كمان حوالينا. فاحنا في كل مرحلة من مراحل حياتنا بنضطر ان احنا نلبس اقنعة يمكن تكون مش بتاعتنا، او يمكن حتى تكون مش شبهنا ولا مريحانا، بس بنلبسها علشان نرضي الناس وعلشان نحس ان احنا مقبولين ومحبوبين. بس اغلبنا من كتر الاقنعة اللي بنلبسها دي نسينا ان احنا عندنا وش بنتعامل بيه مع الناس من غير قناع، بالظبط زي حال البنات كلها دلوقتي. محدش فينا بقى قادر يتصور صورة من غير فلتر، دايما حاطين فلاتر في الصور، ونسينا ان تحت الفلتر ده في ملامح جميلة ربنا خلقها وصنعها بعناية وميزها عن غيرها. وهي برضو نفس فكرة الميك اب، بقينا مش عارفين ننزل الشارع او نقابل حد من غير ما نخبي شوية الهالات والحبوب ونجمل نفسنا، مع اننا برضو جمال بطبيعتنا من غير اي حاجة. وده بقى بالظبط اللي احنا بنعمله في شخصيتنا، بس الفرق الوحيد ان احنا لما بنحط فلتر او ميك اب بنشيلهم في نهاية اليوم او بنشيلهم بعد شوية وقت او بعد ما نخلص الصورة. لكن الاقنعة اللي بنلبسها على شخصياتنا دي لو لبسناها كتير في الغالب هننسى نشيلها، وهتبقى هي دي شخصيتنا في النهاية. فانا عايزاكي النهاردة تخلعي كل الاقنعة اللي مكتفاكي دي وتحرري نفسك منها وتوصلي لشخصيتك الحقيقية، الشخصية اللي بتكوني مرتاحة ومبسوطة بيها وانتي لوحدك، بعيدة عن عيون الناس وبعيدا عن التوقعات وبعيدا عن الانتقادات، الشخصية اللي بتقدري تطلعي بيها مواهبك وشغفك. عايزاكي تركزي مع الشخصية دي وتطلعيها للنور، حتى لو الناس ما تقبلوهاش أو حتى لو الناس ما حبوهاش، بس يكفي إنك تكوني مرتاحة مع نفسك. فالنهاردة قبل ما نبدأ وأقولك إزاي تعملي كده، عايزاكي تاخدي قرار مع نفسك إنك هتسمعي صوتك الداخلي، وإنك هتسمحي لنفسك إنها تكون على طبيعتها. وعلشان تقدري توصلي لده فعلا، تعالي أقولك على 3 خطوات سهلين بس هيساعدوكي جدا إنك توصلي لنفسك. بس قبل ما نكمل ما تنسيش تحطي لايك للفيديو لو لسه ما حطيتيش، وتعالي نكمل. واول خطوه في انك توصلي لنفسك الحقيقيه هي انك تسمعي نفسك. تخيلي كده اي شخص دخل حياتك جديد وانتي عايزه تعرفيه او عايزه تتعرفي عليه اكتر، الحاجه الوحيده اللي هتخليكي تعرفيه هي انك تسمعيه اكتر. فانتي كل لما هتسمعي نفسك هتعرفي نفسك اكتر. خدي وقت لنفسك لوحدك من غير ناس ومن غير دوشه ومن غير نت ولا موبايل حتى. جربي تقعدي كده في اوضتك في هدوء لوحدك، او حتى تروحي تقعدي في كافيه او في مكان هادي بتحبيه، بس تخلي معاكي دفتر صغير تكتبي فيه اجابات الاسئله اللي هقولك عليهم دلوقتي. واول سؤال: ايه الحاجات اللي بتخليكي مبسوطه ومش بتوريها لحد؟ حاجات بتعمليها وانتي مرتاحه ومبسوطه مع نفسك ومش خايفه من كلام الناس او من نظراتهم، زي مثلا هوايه او نوع اكل معين. ايا كانت الحاجات دي هي ايه اكتبيها، بس المهم ان هي تكون صادقة فعلا من جواكي. ومش شرط على فكرة ان هي تكون حاجة واحدة، لا عادي، اكتبي كل حاجة، اكتبي كل حاجة حقيقية بتمثل شخصيتك الحقيقية اللي جواكي فعلا. وتاني سؤال: لو ما كنتيش خايفة من حكم الناس عليكي كنت هتعملي ايه؟ هل كنتي هتمشي على الموضة، ولا هتلبسي اللبس اللي بتحبيه اللي مرتاحة فيه؟ هل كنتي مثلا هتصلي في مكان عام زي الشغل او مكان مفتوح، ولا هتخافي الناس يتكلموا عليكي وينتقدوكي ويحكموا عليكي؟ هل كنتي هتقولي رأيك بكل صراحة حتى لو كان عكس رأي الناس، ولا هتخافي من كلام الناس عليكي؟ وتالت سؤال: ايه المواهب او الحاجات اللي كنتي بتحبي تعمليها وانتي صغيرة وتخليتي عنها علشان كلام الناس، او علشان الناس مش متقبلاها وشايفين ان هي مش موهبة او حاجة مش حلوة؟ اجاباتك على الاسئلة دي هتخليكي تكتشفي ايه الدوافع اللي بتحركك من جواكي. وعادي على فكرة ممكن تحسي انك مش لاقية حاجة او مش عارفة تكتبي، وده معناه انك بعيدة نوعا ما عن جوهرك او عن شخصيتك الحقيقية. بس برضو ده مش معناه انك مش هتقدري توصلي لشخصيتك الحقيقية او لجوهرك. انتي محتاجة شوية وقت اكتر مع نفسك وشوية هدوء وتركيز اكتر، بس من غير برضو ما تضغطي على نفسك. وتاني خطوة بقى هي انك ترمي الأقنعة دي واحد ورا التاني، ودي خطوة جريئة شوية، انك تقرري فعلا انك تخرجي للناس بشخصيتك الحقيقية الطبيعية. احنا كلنا بنلبس أقنعة علشان نرضي الناس زي ما قلتلك،
زي مثلا انك تقابلي واحدة صاحبتك انت شايفة ان هي مش كويسة، بس تسأليها انت كويسة تقولك اه انا كويسة، وهي من جواها مش كويسة ابدا او زعلانة. او ساعات بنعمل حاجات علشان نشوف نظرة اعجاب من الناس او نسمع منهم كلمة حلوة، بس لو فعلا انت عايزة توصلي لجوهرك يبقى لازم تكوني صادقة مع نفسك الاول، وتسألي نفسك شوية اسئلة، زي مثلا هل انا بعمل الحاجات دي علشان انا فعلا عايزاها وبحبها، ولا علشان عايزة شكلي يكون حلو قدام الناس، او علشان مثلا اتفادى كلام الناس. زي مثلا ان واحدة توافق تتجوز اي واحد علشان تخلص من نظرة الناس ومن كلام المجتمع، فهي هنا بعدت تماما عن جوهرها وعن شخصيتها وعن الحاجة اللي هي عايزاها، وده بس علشان ترضي الناس وتتفادى كلامهم. والسؤال التاني، لو الناس كلها مش هتعرف عن الاختيارات اللي انت هتختاريها ايا كانت هي ايه بقى، هل هتكون نفس الاختيارات اللي انت هتختاريها قدامهم؟ والفرق هنا ان الاسئلة دي هتبين لك وهتعرفك الفرق بين التصرفات والاختيارات اللي انت بتعمليها علشان الناس، وبين الاختيارات اللي انت بتعمليها علشان فعلا انت عايزة تعمليها. فلو لقيت انك بتعملي الحاجات دي علشان توقعات الناس، يبقى دي اشارة ان ده قناع وانك محتاجة تتخلصي منه. وابدأي دايما بقى بحاجات صغيرة، زي مثلا انك ترفضي حاجة مش حباها، او تقولي لا لحد بيجبرك انك تعملي حاجة، او انك تلبسي اللبس اللي يرضي ربنا ويريحك بعيدا عن رأي الناس وبعيدا عن الموضة وبعيدا عن كلامهم. والخطوة التالتة، جربي وتعلمي. جوهرك مش حاجة كده هتكتشفيها وخلاص، لا ده زي الكنز، محتاج انك تحفري علشان تلاقيه، وكل لما تحفري اكتر هتلاقي كنوز اكتر. فجربي حاجات جديدة كنت عايزة تعمليها بس خايفة، روحي اماكن جديدة حتى لو كانت النتيجة مش مثالية، او حتى لو كان الموضوع صعب عليكي. هو طبيعي انه في البداية هيكون صعب، عموما اي رحلة في الحياة بتكون صعبة، واي هدف احنا عايزين نوصله بنتعب عشانه، بس في اوقات في اهداف كده لازم نتعب علشانها قوي، لانها فعلا غالية وتستاهل. فاوعي تخافي انك تفشلي، الفشل ده زي المدرسة، بيعلمك ازاي تقربي اكتر من هدفك. وكل لما تجربي حاجة جديدة هتتعرفي على نفسك اكتر وهتعرفي حاجات جديدة عن نفسك اكتر. وفي النهاية افتكري ان جوهرك الحقيقي هو احلى حاجة فيكي، ولما توصلي له فعلا وتوصلي لنفسك الحقيقية هتحسي انك مرتاحة وسعيدة، وهتحسي انك فعلا عايشة حياتك بجد، من غير ما تبقي مجبرة تلبسي أقنعة مش مريحة أو متعبة. فمن النهاردة اسمعي نفسك، وارمي الأقنعة دي واحدة ورا التانية، وجربي حاجات جديدة. ولو في يوم حسيتي انك تهتي أو تعبتي، افتكري ان جوهرك الحقيقي ونسختك الأجمل منك جواكي، ومستنيين انك تدوري عليهم وتطلعيهم. وبس كده كان فيديو النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.